لو انت لسه ما شفتش الافلام دي فصدقني انت فايتك كتير قوي. اول فيلم هكلمك عنه هو فيلم دونت بريك. الفيلم اللي بيحكي عن مجموعه صحاب بيقرروا ان هم هيسرقوا شقه بتاعه راجل ضرير، وكانوا متاكدين ان دي هتبقى اسهل سرقه ممكن يسرقوها بحكم ان الراجل مش هيشوفهم ولا هيعرف هم مين. ولكن لما بيدخلوا البيت بيكون اسوأ قرار في حياتهم. بيكتشفوا ان هم حطوا نفسهم في مشكله كبيره جدا، وطول الفيلم بيحاولوا ان هم يخرجوا من البيت ده. فصدقني لو ما اتفرجتش على الفيلم ده ليه جزئين، اتفرج عليهم وفي جزئين هتحبهم جدا. تاني فيلم هكلمك عليه هو فيلم هاوس اوف واكس. الفيلم ده بيحكي عن 6 اصحاب بيكونوا رايحين يحضروا مباراه كره قدم، والعربيه بتاعتهم بتعطل في نص الطريق. المكان اللي بتعطل فيه العربيه بيكون فيه متحف شمع قديم ومعروف، وطبعا انا مش هحكي لك ايه اللي هيحصل من اول ما بيدخلوا المتحف ده. اتفرج على الفيلم ده وصدقني هيعجبك جدا ومش هتندم. ده واحد من احلى الافلام اللي انت ممكن تتفرج عليها. ومن هنا نروح لاخر فيلم هكلمك عنه وهو فيلم ميرور. فيلم ميرور هو فيلم نزل سنه 2008 وبيحكي عن محل حصل فيه حريق، ومن بعدها بيتولى مفتش شرطه الحراسه على المحل ده. ومن اول مناوبه ليه بتبدا تحصل معاه احداث غريبه جدا ومرعبه، وبعدها بتبدا تحصل لمراته ولابنه. فبالتالي هو طول الفيلم بيحاول ان هو يلحق مراته وابنه من الاحداث دي. الفيلم ده حرفيا محتاج ان انت تفصل عن العالم كله وتركز معاه كده وتعيشه خطوه خطوه، وصدقني مش هتندم. وبكده ابقى انا قلت لك على الافلام بتاعت النهارده. ما تنساش لو الحلقه عجبتك لايك شير فولو، ابعت الفيديو لاصحابك عشان هم كمان يشوفوا الافلام دي. لو حد منكم شاف الافلام دي سيب لي راي تحت في الكومنتات. ولو بتحب الحلقات الطويله وفلوجات للسينما هتلاقيني سايب لك لينك اليوتيوب في البايو، تابعني هناك عشان بنزل حلقات مختلفه خالص عن اللي بتنزل هنا. اشوفك الحلقه اللي جايه، سلام.